يعني أنا أقول شهادة لله وللتاريخ، وجدوا أن السنة المسلمين هم يمثلون الدين الصحيح، ولا يستطيعون إيقاف هذا الدين لأنه يستند على أسس حقيقية وهي القرآن والسنة النبوية الشريفة. المذهب الشيعي فيه تداخلات، فيه موروث ونحن ذكرناه سابقا، موروث يهودي، موروث نصراني، موروث مجوسي، فأرادوا صناعة مختلفة عن الخط السني أو الخط الإسلامي الصحيح، فجيء بالخميني. لكن الخميني لا يعلم. الخميني أول دولة يريد أن يمر من خلالها إلى بعض الدول هي العراق، لأن نسبة الشيعة في العراق موجودين، وتكلموا عن مسائل المظلومية يعني من الدول التي حكمت أو الحكومات التي حكمت العراق، مظلومية الشيعة وطقوس الشيعة ومن هذا الباب. وهذا الترويج يعني مو وليد اليوم، إنما أخذ فترة من الزمن من 40 سنة.